يا صباح الفل عليكم. النهارده هتكلم وانا في قمه السعاده بسبب فوز منتخب المغرب على منتخب اسبانيا، وهقول لكم شويه انجازات عملها المغرب. تعرف ان منتخب المغرب المنتخب العربي الوحيد اللي تأهل لدور ربع النهائي في بطوله كاس العالم في التاريخ، ويعتبر الرابع افريقيا بعد الكاميرون والسنغال وغانا، ويعتبر منتخب المغرب اول منتخب افريقي يفوز بركلات الترجيح في تاريخ كاس العالم، ويعتبر وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب اول مدرب عربي وافريقي يوصل لربع النهائي في كاس العالم. ومنتخب المغرب يسيطر على المباراه ويتيح بمنتخب اسبانيا، ويجي يقول لك لويس انريكي قبل المباراه احنا بنتدرب على 1000 ركله جزاء عشان يكونوا جاهزين لضربات الجزاء، لكن ما كانش يعرف انه هيقابل الاسود وعلى راسهم بونو الحارس المبدع صاحب الاداء الجميل جدا. وزي ما قالت الصحف الاسبانيه، اسبانيا تقول وداعا والمغرب تكتب التاريخ. وكمان اشاد لويس انريكي وقال اتفاجئت بشكل كبير باللاعب اللي لابس رقم 8، يقصد اللاعب عز الدين أناحي، ويقول من اين جاء هذا الولد اللي بيلعب بطريقه مدهشه، وان منتخب المغرب يملك حكيمي وايضا نصيري ومرابط المذهل، لكن أناحي لم يتوقف عن الجري طوال المباراه. بجد عاش يا أناحي على الاداء الممتع والروح القتاليه اللي لعبت بيها، وعاش منتخب المغرب اللي رفعوا راسنا، مش بس احنا العرب اللي بنفتخر بيهم، لا ده حتى المنتخب المنافس بيشيد بالاداء الجميل بتاعكم. بجد الله ينور عليكم يا رجاله. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. نيجي بقى لمباراة البرتغال وسويسرا اللي شهدت كتير من الاهداف، لكن الفرحة ما تكونش مكتملة لجماهير البرتغال، لان بعد الفوز التاريخي ده بنتيجة 6-1 للبرتغال لم يشارك نجم المنتخب كريستيانو رونالدو باي هدف من الاهداف، وكمان يكون لاعب بديل ومش اساسي من اول المباراة. اين انت يا دون؟ اين الشغف واين الاداء والاصرار الدائم على تقديم افضل ما لديك؟ لكن هنيجي على الصعيد الثاني هكلمكم عن لاعب ليه مستقبل كبير جدا في كرة القدم وليه مستقبل اكبر مع منتخب البرتغال، وهو جونالكو راموس صاحب الهاتريك في مباراة سويسرا عشان يكون اول لاعب يسجل هاتريك في بطولة كاس العالم 2022 بقطر، وكمان يعتبر اصغر لاعب يسجل هاتريك في مباراة بالادوار الاقصائية لبطولة كاس العالم عن عمر 21 سنة و169 يوم، بعد طبعا بيليه اللي سجل هاتريك بعمر 17 سنة في مونديال 58. ويصبح جونالكو راموس رابع لاعب يسجل هاتريك لمنتخب البرتغال في تاريخ بطولات كاس العالم بعد كريستيانو رونالدو وبواليتا وايزيبيو، وبكده يصعد منتخب البرتغال لدور ربع النهائي علشان يقابل منتخب المغرب الشقيق اللي هيتقابلوا يوم السبت الموافق 10/12. انتم بقى توقعاتكم ايه للقاء الناري ده؟ ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا متابعه، وزي ما عودتكم الاهم من ده كله انا محمد اشرف.